السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منتخب الوطني الجزائري سيدخل هذه المباراة يوم السبت أمام منتخب بوركينا فاسو على الساعة 2 زوالا بالتوقيت المحلي بساحل العاج في ملعب السلام الذي قام فيه المباراة الأولى ببواكي. المباراة ستكون في ظروف نسبيا معقدة على الناخب الوطني جمال بالماضي وأشباله، خاصة أن بعض التعقيدات ستكون على مستوى أول هاجس اللي سيواجهه الخضر، ألا وهو الظروف المناخية. فدرجة الحرارة ستكون المتوقعة على حسب الأرصاد الجوية ستكون حوالي 37 درجة مئوية، بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة ناهيك عن بعض العوامل الجانبية والتي ذكرناها في فيديوهات سابقة، اللي على سبيل الذكر مثلا بعض اللاعبين المهددين بالإيقاف من بين بن ناصر، بن طالب، ناهيك عن عطال وحتى بن سبعيني. في حالة تلقيهم إنذار آخر فلن يكونوا معنيين بالمباراة الثالثة. ولو أن قلنا بلي هنالك بدائل، هنالك طرق، تبقى بعض المشاكل من بينها لابد على تسيير المباراة وتقسيم الجهد البدني. نقطة مهمة لابد على أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي وعلى وزير السعادة التركيز عليها، ألا وهي تقسيم الجهد البدني ومحاولة خاصة الفترة الأولى. الشوط الأول يكون حول الظاهرة، تصوروا معي، الساعة 3 زوال بتوقيت الجزائر أو الثانية بالتوقيت المحلي في دولة كوت ديفوار. هذه المباراة أو هذا الشوط لابد إن صح التعبير لابد أن يصححوا أو أن يسيروا هذه المرحلة الأولى. بعد هذا يقوموا باللعب كالمعتاد بالطريقة الجزائرية المعروفة، باللعب القصير، بالتنويع في اللعب من الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. نتمنى من أعماق القلب أن يكون رياض محرز في يومه ويقدم الإضافة بالإضافة إلى بقية نجوم الخضر. على كل حال القنوات الناقلة لهذه المباراة حوالي 7 أو 8 قنوات من خلال أبحاثنا حاولنا نوفرها للمتابعين الأعزاء. قبل ذكر القنوات رجاء وفضلا وليس أمرا دعما لنا على تقديم المزيد إن شاء الله وتحفيزا لنا على المواصلة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم جديدنا، بالإضافة إلى وضع اللايك. لا تنسوش اللايك الإعجاب حتى يصل إلى أصدقائكم. على كل حال بالعودة إلى القنوات الناقلة، قلنا هنالك بعض القنوات اللي ربما وفرنا على سبيل الذكر مثلا قناة RTS رقم 1 السنغالية، عندنا أيضا قناة ORTM بالإضافة إلى قناة فرنسية قناة بليس الإفريقية، ثم عندنا قنوات بين سبور القطرية، عندنا رقم 1 ستكون معنية بسبور رقم 1، رقم 2 رقم 3 HD ماكس، وبالإضافة إلى قناة CRTV الكاميرونية، ولدينا أيضا KBC الكينية، بالإضافة إلى قناة ORTB. هذه 7 أو 8 قنوات ستكون معنية. أغلب القنوات هذه ستكون على الأقمار الصناعية أوتلسات وأحيانا على قمر أتلانتيك، ولو أن الوجهة العربية ستكون مفضلة وخاصة إلى شمال إفريقيا سنكون معني بالقناة الجزائرية الأرضية التي تبث حوالي 19 مباراة، بالإضافة إلى مباريات المنتخب الوطني الجزائري هنالك مباريات أخرى. فإن لم نجد فرجة في المشاهدة أو إن لم نجد بعض القنوات فوجهتنا ستكون إن شاء الله القناة الأرضية الجزائرية. بالعودة إلى الحديث حول المباراة قلنا والتكهنات، نتمنى من أعماق القلب الفوز للمنتخب الوطني الجزائري ومواصلة التحدي في هذا المضمار الإفريقي. على كل حال لابد أن نركز على بعض الأمور حسب وجهة نظري الخاصة، وأنتظر آراءكم في التعليقات، شاركونا بها. هل في نظركم الناخب الوطني استفاد من الدروس الماضية من خلال أبرز النقاط اللي ربما أصبحنا كل نعلمها؟ أولا النهج التكتيكي، أعيد أكرر طريقة 4-3-3 لم تعد تفي بالغرض لأنه أصبحت مدروسة وتقريبا واضحة ومكشوفة إلى حد بعيد. النقطة الثانية ربما أيضا اللي هي إن صح التعبير التغييرات، هنالك تأخير كبير 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 جدا في عملية التغييرات، وهذا ما لاحظناه في المباراة الأولى. تصوروا معي، ربما أنا شخصيا لاحظت باللي من الدقيقة 55 حتى 56 حتى تسجيل الهدف الأنغولي بعض اللاعبين لم يعد يقدرون على الإضافة أو تقديم الإضافة، ولو أنه للأسف الشديد حتى تلقينا الهدف في جزئيات بسيطة باش جات التغييرات. على كل حال هذه أهم نقطتين ربما اللي حبيت نركز على في هذا الفيديو. في النهاية نتمنى إن شاء الله فرجة ممتعة، دعواتنا إن شاء الله للخضر بالفوز المستحق والتأهل إلى أو على الأقل حجز مكانة شبه مؤكدة نحو الدور القادم، خاصة أنه المنتخب البوركينا فاسي يعتبر أكثر المنافسين على ورقتي التأهل المباشرتين إلى الدور السادس عشر، لأنه فاز في المباراة الأولى نتعادلنا تقريبا. لو نفوز إن شاء الله سنصبحنا في المرتبة الأولى في كل الأحوال، حتى كيف ما كانت المباراة أو كيف ما كانت نتيجة المباراة
الثانية. حتى لا نطيل الحديث، نتمنى من أعماق القلب الفوز للخضر. سلام.